فبالتالي هتطلع نتيجه طبيعيه على الرغم ان في مشكله، الجسم فيه مشكله، الجسم انت عيان. حلو، يعني هو له فايده واحده بس، الدكتور بيطلب عشانها سرعه الترسيب. حلو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدأنا في السلسله دي بنتكلم عن تحليل دلالات الالتهاب. هم تحاليل كتير جدا، ولكن احنا بدأنا بأول تحليل فيهم وهو تحليل سرعه الترسيب. عملنا عنه الفيديو اللي فات وهنكمل ده الجزء الثاني، وغالبا ممكن يكون ده آخر جزء، انتوا اللي هتختاروا، وهنتكلم عن الموضوع ده في نهايه الفيديو ان شاء الله. ولكن نخش في الموضوع بتاعنا عشان ما نطولش. اتمنى تروح تسمع الفيديو اللي فات عشان تفهم اللي انا هقوله. حلو، ولكن انا مراجعه سريعه كده عشان بس اللي بيشوف الفيديو ما يتوهش او يبقى الفيديو بالنسبه له ملوش قيمه. يعني قلنا ان سرعه الترسيب او تحليل سرعه الترسيب ده تحليل ممكن تبقى نتيجته عاليه بسبب ان في التهابات في الجسم او بسبب ان في انيميا، وما قلناش اكتر من كده وقفلنا الفيديو. الفيديو بقى ده ان شاء الله هنتكلم فيه، عايزين بقى نرتب المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها. اول حاجه هنتكلم عن الاسباب اللي ممكن تخلي سرعه الترسيب عاليه، والاسباب اللي ممكن تخلي نتيجه سرعه الترسيب طبيعيه. عايزين نتكلم عن البديل ودي اهم نقطه، البديل بتاع تحليل سرعه الترسيب. احنا خلاص مش هنعمله او يعني مش هنبقى زي الاول، ولكن عايزين بديل تعويضا عن تحليل سرعه الترسيب. عرفنا ان هو مش مهم قوي، ليه الدكتور بيطلبه؟ او هل هو له اهميه فعلا ولا ملوش خالص بجد؟ طيب بشكل تفصيلي بقى نتكلم عن تحاليل او الالتهابات، نتكلم عن الالتهابات. ممكن مثلا حمى روماتيزميه على سبيل المثال، التهاب في المفاصل، بعض مشاكل الكلى، بعض مشاكل الكبد، مشاكل في القلب، لو في حالات الحمل، لو واحده حامل وليكن سرعه الترسيب بتعلى بشكل مؤقت بس في مرحله الحمل. لو حد سنه كبير، طبيعي السن الكبير ووظائف الجسم كلها بتضعف، فبالتالي ده بيأثر على حاجات كتير وبناء عليه سرعه الترسيب بتزيد. وبعض المشاكل المتعلقه بالغده الدرقيه، وخلي بالك من كلمه بعض دي عشان هنرجع لها تاني ان شاء الله. حلو كده. بالنسبه مثلا للعوامل اللي ممكن تخلي سرعه الترسيب تطلع طبيعيه، بعض مشاكل الكبد، بعض مشاكل الكلى، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي. نوع انيميا معين اسمه انيميا الخلايا المنجاليه، بتلاقي كرات الدم الحمراء زي ما حضرتك شايف كده شكلها هلال، شكل كرات الدم الحمراء بيبقى شبه الهلال. حلو. طبعا احنا فهمنا ان بيطلع بقى بروتين الفايبرينوجين فيخلي الكرات ده تمسك في بعضها وبتاع، فالمفروض الكرات بتترص فوق بعضها. انت فاكر طبعا كرات الدم الحمراء اللي عرضناها في اول الفيديو، فطبيعي او سهل ان هم يترصوا فوق بعضهم. طب المنظر اللي حضرتك شايفه قدامك ده، الخلايا الهلاليه دي تترص ازاي فوق بعضها؟ قول لي انت كده. بالتالي مش هتترص، فده يخلي سرعه الترسيب ما تزيدش على الرغم ان في التهاب وفي فايبرينوجين. حلو كده. فبالتالي هتطلع نتيجه طبيعيه على الرغم ان في مشكله، الجسم فيه مشكله، الجسم انت عيان. حلو، انت في مشكله في الجسم، في التهاب، في مشاكل في الكبد، في مشاكل في الكلى، في اي التهاب من اللي احنا ذكرناهم من شويه، ولكن نتيجه للشكل المختلف. وبالمناسبه اي شكل غير طبيعي لكرات الدم الحمراء هيخلي النتيجه تطلع طبيعيه. الكرات لو مكوره، لو بيضاويه، لو هلاليه زي ما حضرتك شفت. حلو كده. طيب بالنسبه لمشاكل الكبد ومشاكل الكلى، هنفترض مثلا ان الكلى فيها مشكله. بالمناسبه الكلى دي عامله زي المصفى بالظبط، يعني الشيء بالشيء يذكر على ما نيجي ان شاء الله نتكلم عن الكلى بعدين. الكلى دي عامله زي المصفى بالظبط. حلو كده. فيها فتحات بتخرج مواد ملهاش لازمه وتسيب مواد ثانيه مهمه. حلو. طيب هنفترض ان الفتحات دي او الكلى دي حصل فيها مشكله، والفتحات دي او المصفى دي يعني اتسعت شويه. حلو. بقت بتسرب اي حاجه، بقت بتخرج بروتينات وبتخرج حاجات المفروض ما تخرجش. حلو. فبقت بتخرج بروتينات. حلو كده. بقى الجسم فيه فوق نقص في البروتينات. طب الكبد يقف يتفرج؟ يعني الجسم، يعني البروتينات بتخرج وبتتسرب كده والجسم يقف يتفرج؟ فبالتالي الكبد عشان يعوض النقص ده بيزود تصنيع البروتينات اللي منها الفايبرينوجين، فالفايبرينوجين يزيد فسرعه الترسيب تزيد. فهمت ليه مشاكل الكلى ممكن تسبب سرعه الترسيب تبقى عاليه؟ طب بالنسبه لمشاكل الكبد ممكن يصيبه او يبقى فيه حاجه من الاثنين، يا اما الكبد يبقى فيه تشمع او فشل، وظائفه بتقل، مش قادر يطلع انزيمات، مش قادر يطلع البروتينات بتاعته اللي منها الفايبرينوجين، فبالتالي سرعه الترسيب هتقل لان نسبه الفايبرينوجين هتقل. لو في بقى التهاب في الكبد، فيروس بي، فيروس سي، هيخلي الكبد يقوم بوظيفته بشكل كبير، هيبقى نشط قوي، فيفرز انزيمات بشكل كبير جدا وبروتينات بشكل عالي اللي منها الفايبرينوجين، فالبروتينات تبقى منها كميه كبيره، فبالتالي سرعه الترسيب هتزيد. حلو كده. فبالتالي عشان كده قلنا ان ممكن مشاكل في الكبد تقلل سرعه الترسيب، ومشاكل في الكبد برضه ممكن تزود سرعه الترسيب على حسب حاله الكبد. سرعه الترسيب مش مرض، سرعه الترسيب دلاله على مرض.
يعني انا واحد عندي مشكله او التهاب من المشاكل اللي اتكلمنا عليها من شويه بينتج عنها ان سرعه الترسيب تبقى عاليه. يبقى الحل فين؟ سرعه الترسيب عاليه منين؟ التشخيص بقى والاعراض اللي عندي. حلو؟ لا انا اتضح مثلا ان انا عندي التهاب في المفاصل، يبقى انا عالج التهاب المفاصل اوتوماتيك سرعه الترسيب هتقل. فاهمين الفكره؟ طيب ثالث جزء من الفيديو هنتكلم عنه النهارده هو البديل بقى بتاع سرعه الترسيب، ودي اهم نقطه. البديل بتاع سرعه الترسيب هو بروتين او تحليل اسمه CRP. بالمناسبه برضو الشيء بالشيء يذكر على ما نيجي نتكلم عليه بعدين. CRP هو بروتين بيخرج من الكبد زي الفيبرينوجين بالظبط، بيخرج برضو في حالات الالتهاب. ده تحليل الالتهاب بس، بيزيد في حالات الالتهاب. مفيش التهاب هتلاقيه سلبي، لا بيتاثر بقى بالانيميا ولا بيتاثر بالسن ولا بيتاثر باي حاجه. حلو كده؟ طيب هننتقل للجزء الرابع من الفيديو، هنتكلم عن المعدلات الطبيعيه. انا بقى واحد دلوقتي عملت سرعه الترسيب، حلو، او الدكتور طلب مني وما باليد حيله، فانا عايز اعمل التحليل، اقراه بقى انا بنفسي ازاي؟ بص يا سيدي، ان سرعه الترسيب للناس اللي تحت سن ال 50 سنه لو هم رجاله فهو من 0 ل 15، حلو، ولو هم ستات فهو من 0 ل 20. وبالنسبه للناس اللي فوق ال 50 سنه لو هم رجاله من 0 ل 20، ولو هم ستات من 0 ل 30. وبالنسبه للاطفال لحد سن البلوغ من 0 ل 13، وبالنسبه للبيبي من 0 ل 2. حلو كده؟ يعني انا واحد عملت سرعه ترسيب طلع معايا 30، طب انا عندي كام سنه؟ انا 23 سنه، فانا تحت ال 50، المفروض يبقى عندي من 0 ل 15، طب انا طلع عندي 30، يبقى انا كده سرعه الترسيب عندي عاليه. حلو، بسبب ايه؟ اشوف بقى. وده ينقلنا تاني، رجعنا للنقطه اللي فاتت اللي هو ليه CRP ادق من سرعه الترسيب. اولا CRP اسرع من سرعه الترسيب، بمعنى ان انا لو جالي التهاب او حصل لي التهاب، CRP يعلى في الدم اسرع من سرعه الترسيب. زي ما هو اعلى في الصعود بيرتفع بسرعه، هو بينزل برضه بسرعه. يعني انا خدت علاج خفيت بقيت زي الفل، CRP ينزل معدله الطبيعي في ثواني. طب سرعه الترسيب محتاجه فتره عشان يرجع طبيعي تاني. يعني بعد ما اخف اعمل CRP الاقي نتيجتي خلاص بقت طبيعيه لاني خفيت، اعمل سرعه الترسيب الاقيها لسه عاليه مع اني خفيت. طيب دلوقتي المفروض ان هو سرعه الترسيب اكتشفنا ان هو يعني مش ادق حاجه ومش اسرع تحليل، وان CRP احسن منه. حلو كده؟ طيب ليه بقى الدكتور بيطلبه اصلا؟ وده ينقلنا لنقطه ثانيه وهي اهميته. هو له فايده واحده بس، الدكتور بيطلب عشان سرعه الترسيب. حلو كده؟ طيب طالما هو له فايده واحده بس، عمال مصدعنا ليه من الفيديو اللي فات تقول مش مهم ومالوش فايده وما تعملوش لوحده؟ لان فعلا الفايده دي انت مش هتفهمها الا لما تعمل جنبه تحاليل ثانيه برضه. بص هقول لك بالتفصيل. سرعه الترسيب مفيد في متابعه الحالات الالتهابيه المزمنه بس. يعني انا عندي مرض مزمن وليكن التهاب مفاصل، ذئبه حمراء، اورام، دي امراض مزمنه. حلو كده؟ في مرحله من المرض بيبقى المرض نشط، في مرحله يبقى مش نشط. المرحله اللي مش نشط فيها هتلاقي CRP سلبي مع ان انا لسه عندي المرض، فبالتالي يبقى سرعه الترسيب ادق. حلو كده؟ لان سرعه الترسيب في الامراض المزمنه بيبقى بيديك نتيجه مظبوطه على طول عالي، انما CRP ممكن يديك سلبي في الوقت اللي المرض مش نشط فيه. خلاص عرفت ان انا عندي مرض، عرفت بقى من تحاليل قبل كده ان الانيميا بتاعتي زي الفل، وعرفت ان انا ما عنديش التهاب، هي المشكله كلها بس في التهاب المفاصل، فده مرض مزمن. فبعد هل كل مره هروح للدكتور هعمل تحاليل كامله عن الجسم واعمل انيميا واعمل تحاليل التهاب المفاصل؟ لا، يكتفي سرعه الترسيب بس، لان انا خلاص انا عارف انا عندي ايه، فانا بس بتابعه. كده احنا المفروض ان احنا خلصنا الفيديو. حلو كده؟ طيب التحليل بقى نفسه في المعمل بيتم ازاي؟ يعني ازاي التحليل بيتم؟ ليه ممكن تروح معمل يقول لك التحليل يخلص في نص ساعه، في واحد يقول لك اقعد وهسلمه لك وانت ماشي، في معمل يقول لك انا لا اخر اليوم كله يكون خلصان. ليه بقى؟ يعني ليه الفرق ده؟ ليه تروح معمل تلاقي التحليل عنده ب 50 جنيه، تروح معمل تاني تلاقيه ب 500 جنيه؟ ليه برضه؟ ده بالنسبه بقى للشغل كتحليل، بعيدا بقى عن الالتهابات والامراض. كتحليل في مثلا غلطات ممكن يعملها شخص او كيميائي في المعمل ممكن تطلع نتيجه غلط، بعيدا بقى عن الالتهابات برضه. يعني هو اصلا كتحليل نتيجته مش ما بنثقش فيها. في اخطاء بقى ممكن الكيميائي يعملها تخلي النتيجه كمان ما تطلعش طبيعيه. حلو؟ الوقت الطبيعي، ازاي بنسحب العينه؟ حلو كده؟ بنحطها فين بالظبط؟ بتقعد وقت قد ايه؟ دي كلها بقى اسئله لو انتوا عايزين تعرفوا اجابتها اكتبوا لي تحت في الكومنتات ان احنا عايزين الجزء الثالث.
ولكن لو ما فيش طلب عليه فهنكتفي بهذا القدر في صورة الترسيب، وهنبدأ الفيديو الجاي إن شاء الله بقصة جديدة. وفي هذا القدر كفاية لمن أراد الهداية، وكان معكم محمود نوح. سلام.